اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق كأفضل لاعب في العالم في 2023 بعد حصوله على العدد الأكبر من الأصوات من قادة ومدربي منتخبات العالم. وعلق كريستيانو على فوز ميسي بطريقته، حيث نشر قبل لحظات رسالة عبر حسابه على انستغرام قال فيها: لقد عدت للمزيد. فماذا يقصد النجم البرتغالي بهذه الرسالة؟ كشفت المصادر المقربة من نادي النصر عن ردة فعل اللاعب عبد الله مادو، الذي أصبح علامة الرحيل عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقاء الشتوية الحالية. المصادر أوضحت أن مادو قام بتوديع كل زملائه وجميع العاملين في النصر قبل انتقاله المرتقب على سبيل الإعارة إلى نادي الاتفاق. على الرغم من الإيمان الكامل للحرية في عام كرة القدم الأوروبية بأنه لا يوجد هناك من يتسلط على رأي اللاعبين وقناعاتهم، إلا أن ما قام به كوليان مبابي هذا اليوم ما تم إعلانه هو أمر مؤسف جدا، بل تم وصفه من قبل الصحفيين بأنها صفعة هولية من الفرنسي في وجه النادي الملكي.